السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نفك الكرسي. المنطقة دي كلها هنفكها عشان خاطر نشوف الأسلاك بتاعة السكوت. طبعا دي علبة البطارية بعد ما فكيناها امبارح. خلاص. ودول طبعا سلكين البطارية. عندنا هنا سلكين أسود وسلكين أحمر بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص. طبعا في معانا برضو هنا الجزء المفصول امبارح. ده مفتاح البطارية، مسمار البطارية بالصامولة بتاعته. خلاص. أو ده ممكن يكون ده ممكن هو ده مفتاح، هو ده ده مسمار البطارية اهو. ده شكله مهم يعني. خلاص هنبدأ نفك بقى ايه الأجزاء بتاعة الكويسة عشان نطلع بإيه؟ نطلع بيه الشاسيه، نطلع بالكويس ده كله. عايزين نطلع بيه كله كاملا. خلاص. هنجيب 8 تقريبا 10 8 لا اوكي. نبدأ ناخد مفتاح 10 ونشتغل. هنفك حاجة عشان بس ايه هنفك كذا حاجة. طبعا ده المسمار اللي في النص، هوريكم شكله عامل ازاي دلوقتي. فكه بس الأول. كده عشان نشوف الحاجة. هنا في مسمار، هنا في مسمارين في النص. مسمار اهو، ده شكل المسمار. المسمار التاني. الفايدة من ان احنا نشيل الكنبة ان احنا نطمن ان كل حاجة تحت سليمة والاسلاك كلها سليمة وواصلة وكل حاجة مظبوطة. المسمار التاني. عندنا هنا 2 هنا في الجزء ده، 2 هنا و2 هنا. شايف واضحة قدامكم ولا لأ؟ 2 هنا، 2 هنا في الجزء ده كده، و2 في الجزء ده. 2 في 2. اوكي. طبعا جميل. المفتاح الثالث اهو. طبعا كل المفاتيح دي ماسكه الكرسي كاملا. هم حوالي 2 4 6 كراسي فقط، 6 مسامير فقط. الباقي كله عشان الفبر.
ماشي. مسمار الرابع طبعا المسامير كلها اغلبها فوت، دي حاجة وحشة جدا، بس هنحاول يعني على قد ما نقدر ان احنا نظبط القصة دي. كده المفروض انا كده شلت اغلب المسامير، كده المفروض الجزء ده يتشال. طب الجزء ده المفروض جزء بلاستيك خلاص مربوط هنا، في هنا مسمارين، هنا مسمار هنا ومسمار هنا ماشي، وفي هنا برضه مسمار رابط رابط الكرسي البلاستيك بالفبر اهو. ادي واحد، ادي هنا اتنين، ادي هنا تلات مسامير رابطين الجزء ده بالفبر. هنجيب مفك عشان نفكهم. اول مسمار هو هنا، وهوريكم شكله عامل ازاي. ده شكله اهو، ده شكل المسمار، مسمار مش صامولة، مش مسمار صامولة يعني مسمار عادي. تاني هنا في الجزئية دي اهو. التالت هنا مفيش، هنا المفروض هنا في واحد تالت مش موجود. الرابع اهو. ادي الرابع او التالت، يعني اصلا مفيش اربعة كلهم كده ايه مقفوشين. هنا في طبعا جزء حديد عايز برضه اوريكم. هنا في جزء هنا اهو عبارة عن مفصلة يعني كده، اوريكم بس شكله عامل ازاي اهو ماشي. عبارة عن حتة كده، حتة حديد ماسكة هنا وماسكة هنا، نفس الكلام برضه هنا عبارة عن حتة حديد ماسكة هنا وماسكة هنا، اللي جوه اللي وقعت دي، اللي انتوا شايفينها وقعت دي. كمل. ماشي كده الكرسي خلاص بقى حر الحركة، ممكن ان انا ايه افكه، مفيش مشكلة خالص، واطلعه. طبعا الكرسي ملزوق جامد من تحت الشاسيه، هنا طبعا الجزء بتاع الكرسي عاوز اوريكم بس شكله عامل ازاي، ماسك في الفبر
اهو بصوا بصوا الجزء عامل ازاي ماسك في الفبر اهو. اهو طبعا في مسمار هنا مش عارف ده ماسك في ايه بالظبط، مقفل على الفبر عشان ما يقفلش عليه. المهم احنا كده كده مش عاوزين نفك الفبر، احنا عاوزين بس نفك الكرسي بتاعنا. دي الحديدة اللي موجودة اللي وقعت. هنشوفها مع بعض. اتحط هنا عشان الكرسي يمسك. امسك الجزء طبعا الفبر طبعا متكسر خالص، مش مشكلة خالص يعني. احنا اهم حاجة بس نظبط اسلاكنا ونعمله برضه نفس الكلام من الناحية التانية اهو. كده الكرسي بقى معايا حر الحركة خلاص، ممكن ان انا اتحرك بيه بكل سهولة. دي القاعدة. ده الحوض. طبعا في اسلاك هنا، اسلاك طبعا دي ممكن ان انا افك الفيوزات دي الاول. هنا كل فيوز موجود اهو، فيوزات 2 وده فيوز اهو. هفك واحد واحد منهم. ده لو متوصل بالسلك ده كده اهو، فكه. متوصل بقفيز. خلاص هفكه وارجع لكم تاني. قفيز اهو توصل عادي خالص. نفس الكلام برضو عندي هنا كده خلاص اتفك اهو. عندي هنا بقى 2 قفيز موجودين عشان اربط بيهم الايه السلاك بتاعتي. ادي واحد، بعد كده ادي التاني. كده سلكين. طبعا هو عاملهم لي ايه على ربط لي السلك عشان ما يقطعوش يعني، عاملهم لي كده عشان ما يقطعوش مني يعني. اي كلام اي حاجه اي حاجه. طبعا عامل لي طبعا الوصله بتاعت الراديو اهي، دي وصلة الراديو عشان يشتغل موجودة هنا. ده شكل الراديو، ده شكل الراديو، ودي وصلة الراديو هي دي اهو. والاتنين قفيز هنا متركبين هنا. كده الوصلة دي اوف لاين شكرا، ودي كده كمان اوف لاين شكرا. واضح ان هنا في كمان مسامير ماسكة الجزء ده الحديد ده. هنضطر ان احنا نفكها الاول وبعد كده هرجع لكم تاني. نفك الجزء ده وده 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 وده، لان هم دول موجودين اصلا على الكرسي، دول اصلا قافلين على الكرسي، مش هيطلعوا من غير الكرسي، فلازم نفكهم 2 اهو.
واتنين اهو واتنين اهو، كده اربع صواميل. هل دول مقاس كام بقى؟ نشوف. مقاس 10 برضه نفس الصواميل. هنا في المفروض هنا في 3، هنا في 3، المفروض 2 بس في هنا الحاجات دي. احنا الحاجات دي بنفكها ليه؟ عشان الناس بتقولك انت بتفك ده كله ليه؟ بنفك ده كله عشان الحاجة اللي مش معمولة بضمير تتعمل بضمير بقى. خلاص احنا كده ايه؟ احنا كده خلاص يعني حرام عليكم بقى عدم الضمير في الشغل ده. ميكانيكية عندهمش أي ضمير، يعمل لك أي حاجة والاسكوتر تاخده تفتته. أنا فكيته حتة حتة عشان بس أشوف الأسلاك وأشوف الضمير، حتى لو حاجة باظت هصلحها وأعملها من أول جديد، بس أبقى فاهم الحاجة دي اتكسرت ليه؟ باظت ليه؟ مبقاش أنا إيه بركب وخلاص أدور وخلاص، لأ لازم أكون فاهم بالظبط كل حاجة إيه لازمتها. أدي أول صامولة. طبعا الجناحات اللي انا بفكها دلوقتي دي جناحات خلاص. الجناحات اللي انا بفكها دي عشان خاطر ايه؟ افك بس الكرسي. ادي اول صامولة. طبعا دي موجودة بقى ايه، بصوا عاملة ازاي. افتح صامولة بوردة. تاني نفس الكلام. الحاجات دي متشبكة في حاجة من تحت، قافلة في حاجة من تحت تقريبا الكرسي. جزء حديد من تحت. ده بقى ماسك حاجة من تحت، هسيبه دلوقتي عشان في حاجات ايه ماسكة فيه من تحت. فوق الصامولة التالتة اوريكم شكلها عامل ازاي. دي الصامولة التالتة، ده شكلها. تكون راكبة هنا في الحتة دي، تبقى بيضة كده.
هتقولي ليه بتفك كل التفاصيل دي؟ عشان بس حاجة واحدة، الأسلاك هقول لك تاني، الأسلاك برضو اهي نفس المسمار، مسمار بصامولة ماشي اهي. بص بقى الكرسي بقى حر اهو، الكرسي خلاص بدأ يكون حر. طبعا كل ده ممسوك حتة كاوتشة عشان تمسك الايه، تمسك الأجزاء في بعض. مش مشكلة، هنفك الجزء الأخير. ده بقى الجزء اللي ماسك في الشاسيه، الحديد اللي هو المفروض ماسك الايه، الجناح اهو. طبعا مش حابب ان انا اوقع المسامير عشان ما نضيعش، هحاول اشتغل بالراحه شويه، مش عايز اي مسمار مني يقع عشان في مسامير كتير قوي. نفس المسمار. طبعا لو انتم ملاحظين المسامير كلها مصديه. اوبا، بصوا بقى المسمار ده مصدي طالع عينه ده. هنجيب نكمل. اكبر من 11 ازاي يعني؟ 12 12 12. عايزين بس ايه، نشوف بس اللحظة الجميلة بتاعت الفك، شاركوني اللحظة الحلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ اخد بس المسامير عشان ما تضيعش واحطها في مكان، ممكن احطهم في الشنطة هنا مش مشكلة عشان ما يضيعوش بس. روحها كده كل حاجة عشان ما نضيعش. خلاص. وبتاعت الكهرباء نبدأ نفك بقى ونشوف. في بس قبل ما نفك حاجة، في جزء كده هناك مش عارف ده الكاميرا جايباه ولا مش جايباه. يبقى الكاميرا مش جايباه، نطلع فوق شوية. اللي هو الجزء اللي هناك ده، نطلع بس فوق شوية كده. بس كده حلو قوي كده، كل حاجة واضحة. ماشي. الجزء ده الجزء اللي ممسوك من تحت. المهم يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. ده الجناح.
طبعا انا مش عارف اوريكم صوته عامل ازاي، شكله عامل ازاي. ودي الحته الحديد اللي هو المفروض بيمسك فيها تحت اهي، تتمسك كده، تتحط كده اهو، فيها مسمارين تحت كده، المفروض دي تتلزق اصلا في الشاسيه اللي هي دي. هنفكها مع بعض عشان ايه نكون خلصنا الجناح. هنخليها ثابته كده 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 كده، دي اصلا ثابته. نسيبهم كده ثابتين. ده كده الجناح بتاعنا، ده شكله. حطه على جنب. يتنزل ويتقفل على الاخر، يعني الجناح ده بالذات محتاج يتقفل على الاخر كده. الحمد لله بدأ الكرسي. طبعا ماشيين معايا هنا كرسي ممسوك في شاسيه حديد، يعني كمان الكرسي ممسوك من هنا. الاجزاء الداخليه دي شاسيه داخل جوه شاسيه حديد قوي جدا عشان يحميه من ان هو يتكسر. اوكي، تبع الكرسي برضه ده كله. ادي واحده اهي، واحده اهي. لازم اشيل قطعتين الفبر دول عشان تحتيهم. تعالى بس كده عشان نشوف بس ايه حاجه مع بعض. هنشوف دي قطعه الفبر دي، شايفين الجزء اللي جوه ده محتاج اشيل بس قطعه الفبر. طب قطعه الفبر دي متثبته بايه؟ مثبته بمسمارين. المسمار الاولاني هنا اللي هو ده، والمسمار التاني هناك اللي هو ده. يبقى انا هشيل قطعتين الفبر دول خلاص ماشي. طبعا كانت طبعا مسمار هنا اللي هو متثبت في الايه، في ال متثبت في الجناح. القطعتين دول هشيلهم بتوع الفبر. نفس الكلام الناحيه التانيه اهو، ادي عندي مسمار الفبر الاول والمسمار التاني خلاص احنا شلناه، فهنشيل المسمارين دول ونكمل مع بعض. اتمنى الناس اللي بتتابعني تدوس لايك، تشترك في القناه عشان تتعلم مني ازاي تفك فبر. المرحله الثانيه بقى نفك الفبر بتاع السكوتر. خلي الكرسي ده فوقيه كل حاجه، يعني بيشيل ال طبعا بيشيل الفبر، بيشيل كمان يعني اللي فوقيه، بيشيل الفبر ويشيل الاجنحه، بيشيل كل حاجه ما شاء الله. يعني مسمار كده هنشيل الفبرايه. بص وشوف الفبر بيتشال ازاي. بص وشوف الفبر بيعمل ايه. طبعا المفروض يتحط على الكرسي كده اهو. تعالى اوريكم الناس شكله عامل ازاي. يتحط على الكرسي كده يتثبت. طبعا هو طبعا متثبت ومقفول بالكليبسات الخلفيه، الكليبس الخلفي اهو متثبت فيها. فكده كده احنا هنشيل كده عشان ايه اهو. نحاول طبعا ان احنا ايه نوضح لكم الشكل. ادي
القطعة اللي ماسكة بالراحة كده كده. خلاص ده كده اتفك. فك بقى ايه بالراحة كده ايه بقية الأجزاء عشان ما يتكسرش. بس دي حاجة تتكسر. في هنا مسمار صغير كده ماسك حتة الفبرة دي، هنفكه. ده ورا مسمار كده صغير بالفبرة ماسكها. طبعا الفبر كله متثبت بمسامير. دي القطعة دي فيها مسمار اهي، هنسيبها المسمار عشان ايه؟ عشان متضيعش. هما القطعتين الجانبيتين ماسكين الفبرتين اللي طايرين، يعني في قطعتين ماسكين الفبرتين بالفبرة الخلفية. هما انا عندي فبرتين، فبرة يمين وفبرة شمال، وعندي الجناح وقطعة ماسكة الفبر الشمال بالظهر، وقطعة ماسكة الفبر اليمين بالظهر. هنفك دلوقتي الفبر اليمين. هوريكم شكله بس عامل ازاي الاول عشان ايه الناس اللي بتسالني. ده الفبر اليمين، القطعه اللي ماسكه الفبر ماسكه، دي قطعه ماسكه الفبر بالفرده، دي الفرده اللي هي ايه الخلفيه، وده الفبر الشمال. طبعا الناس بتسالني ايه ده الفبر. الفبر اهو. هنفك ايه الجزء اليمين اللي ماسك لي الفرده او الفبر اليمين بالظهر. اوكي اهي دي كده اهي. هنسيب برضه مسمار جواها عشان ما يضيعش. نبدأ نفك الفردة الشمال بقى. عايزين بقى نفك الفردة الشمال اللي مش عايزة تتفك دي. الفردة الشمال في جزء تحتيها ماسك اهو، مو مسمارين برضه اهي، عشان انا مش عايز ابقى بس اوعي الناس. الفردة الشمال جزئين، جزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي تحت ده لازم يتفك، وبعد كده الجزء اللي فوق يتفك معاه. خلاص هنفك المسمارين دول عشان نفك الفردة اللي تحت. كان مثبت لي قلب بتاع بمسامير، يعني انت مثبت لي مسمار كبير قوي كبير قوي. ادي جزء اهو كده، جزء الفبر. طبعا الفبر ده محتاج يتلحم عشان مكسور. باشا مسلموني مكسور. حلو قوي انك تفك السكوتر بتاعك او موتوسيكلك عشان تعرف التفاصيل اللي جواه. انا بس عايز اوريكم المسمار قد ايه. دي هنا تتركب هنا. خلاص نحطها كده فوق الجزء ده، ونبدأ نمسك. دي الفردة، دي الفردة اللي المفروض تتشال عشان كده كده هي كده كده هتتشال، سواء عشان الكرسي او سواء لا. بس هل نشوف هل في حاجة متصلة بيهم من تحت ولا لا؟ لا اهو. طبعا بنحاول ان احنا بالراحة كده ايه عشان الحاجة ما تفصلش. هنجيب مسمار
المفك نقفله. دي الفردة الشمال، نفك الفردة برضه اليمين، واحنا كده فكينا الفردتين عشان ايه نخلص منهم. اوبا الفردة دي مش مربوطة بحاجة، ازاي؟ مربوطة بس بس اكيد في مسمار ربطها اكيد. اوكي، دي فردة ودي فردة. احنا المفروض نعمل ايه؟ دي كده لوحديها ودي كده لوحديها. دي مربوطة بحاجة، هنشوف كده. لو مربوطة بحاجة اوكي، لو هي فري اوكي برضه. طبعا الفانوسين عارفكم كده شكل الفانوسين، هنا في مسمارين للفانوسين، فانا هشيل الفانوسين عشان نقدر نحرك الجزء اللي تحت ده بكل سهوله. خلاص تابعوني. ده مسمار الفانوسين. شيل الفانوسين وبعد كده ايه نظبط. طبعا الفانوسين فيهم كليبس، فاكيد لازم نظبط الكليبسات بتاعت الفوانيس. بصوا الكتله كلها، بصوا فانوس بالكتله بكل حاجه طوال. بصوا اهو، بس عايز اوريكم الشكل النهائي عامل ازاي. اوكي انما ملهاش دعوه المفروض يعني. المفروض ماسكه في ايه من تحت. فوانيس ماسكه بكليبسات. مش مشكله. فك بصوا الخلف بتاع النمر، يمكن قافل على قافل على
الجزء ده صواميل برضه نفس الفكرة. وردة بصامولة. دي مسامير اللوحة، عبارة عن مسمار بوردة بصامولة مركبين اهو هنا هي دي. مسمار بوردة بصامولة. دي مسامير اللوحة ألف قاف د. اوكي، مسمارين كمان تحت مثبت لي بيهم الفردة اليمين بالجزء الخلفي. مسامير صغيرة بلاك كده. مسامير كتير سودا. كده نكون فكينا الفبر. بسم الله. كده بوريكم الشكل بتاع الفبر. طبعا هو ما اتكسرش، هو اتفصل بس. ده الفانوس الخلفي، الظهر الخلفي كده عشان بس يعني بس تشوفوا بس الحاجة عاملة ازاي. خلاص كده اهو. في مسمار وقع اهو، في مسمار وقع. فوق كده بالراحة. هاتلي المسمار الفتح الصغير. طبعا بشوف لو في اي بقى مسامير، اي حاجه ممسوكه، الحاجات دي هي اللي بتاثر على الفيلم. روح كده. طبعا انا فكيت الجزء الشمال ده اللي مفيش مسامير ماسكاه. كده خلاص، حتى ممكن يتفك عادي.
طبعا هنفك طبعا كل ده مع بعض. طب نفك حاجة في حاجة عشان ايه حاجة ما تتكسرش. فك الظهر الخلفي ده الأول. بص تعالوا كده. نخش تاني. يلا. مش عارف ايه اللي ماسك فيه. تقريبا هو كليبس خلاص كده كده. كده كده خلاص يعني هتفك. محتاج ان هو بس لبس عادي خالص يتحط كده ويثبت بالظبط. ده الوجه الخلفي. ده الوجه الخلفي اللي ماسك الايه السكوتر. طبعا محتاج لحمات لانه مكسور بس شغال كده خلاص. احنا المفروض نشيل الفخاد اليمين والفخاد الشمال من بعض. هل هو حاطط لي جوه حاجه رابطه الفخدتين مع بعض؟ لا. طب ليه مش عايزين يتفكوا؟ خليهم زي ما هم كده. ما المشكلة هم زي ما هم. ما المشكلة ان هم رابطين. اوكي رابطين من مسمارين. يعني في مسمار رابط بمسمار. اوكي تعالوا كده نشوف. لا ده مسمار واحد بس. تعالوا كده هنا. بصوا بصوا ده ماسك في ده، ماسكه في الجزء الخلفي ده اهو. طب يلا نفك ونشوف. يلا نفك ونشوف. مسمار اهو خلاص انتهى. انتهى على يا راجل. اوف اوف. لا ده في كمان حته هنا. لا دي حته مهمه جدا. المسمار اهو برضه كان هرب يا جماعه. كل ده مسامير. كل دي مسامير. اثبت 3 ثواني اهو. فاخد مني.
ده الفخذ اليمين طبعا متصل بالشمال بمسمار من جوه. بصوا ولاد الذين، بصوا حاطين المسمار من جوه عشان ما اقدرش افكه. صيع. بس على مين افك امي؟ مش هفك ده، انا هفك اللي خلفوه. تمام. الجزء التاني نفس الكلام، نفس القصة. نفس القصة، ممسوك بمسمار اهو، مسمار عادي خالص. امسكه بس عشان ما يقعش. طبعا المسمار طبعا ده ماسك في الفانوس عشان بس الفانوس ما تقعش، مش ناقص. بس كده. بس ريح يا ابني. في مسمار تحت برضه اهو. ايوه. حط بس الفانوس كده عشان ايه؟ في مسمارين، خلي بالك، مسمارين ماسكين الشاسيه بالفانوس. كل ده تحتيه كرسي عشان الناس تقول لك احنا هنفضي الكرسي. الكرسي هنا تفضيه يا عم، صلي على النبي. الكرسي هنا هتفضيه بس. كرسي ايه؟ ادي حتة الفرمة بتاعتنا فككت في كذا حتة. كده زي الفل قوي. كمل. طبعا الفبرة دي مع الفبرة دي مسؤولين مع بعض، فهنحطهم الاثنين مع بعض. اوبا، يلا مش مشكلة، مش مشكلة. كده السكوتر مفهوش فبر. الفبر الخلفي، القطعة الخلفية بالكامل تم تسويتها. اللحظة المنتظرة. هنا الفوانيس مربوطة ماشي، مفيش مشكلة. الفوانيس انا كده عشان نشوفها. فوانيس مربوطة بكليبس. ده كليبس واحد بس رابط الفانوسين مع بعض. هنفكه، انا مش عارف الكاميرا جايباه ولا مش جايباه. تقريبا اهو كليبس واحد هنفكه عشان نشيل الفانوسين في مكان آمن. طبعا ده الحديد ممكن برضه نشيله. خلاص نشيله عشان بس ايه قبل ما نقفل، عشان الكليبس يطلع مظبوط. ماشي. ده كام ده؟ كده 10. قلتلك 12 و10. برضه مسمار بوردة بصامولة. ده الصامولة ملحومة. اوكي. مسمار بوردة بصامولة، نفس الكلام الناحية التانية. ده الفانوس الخلفي بقى بكل حاجة. طبعا ده منظر.
تحت طبعا ده منظر، لان لو كان متوصل، لو كان الاشاره دي متوصله ما كانش حصل لها، او ما كانش بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه ده. كده تمام. الكليبسه بتاعت الفانوس امامه الخلية الخلفي. يلا بقى نفكها مع بعض عشان برضه ايه نشوف شكلها عامل ازاي. بص ماشي، الكليبسه اهي، ده شكلها اهو. مش عارف الكاميرا جايباها ولا مش جايباها. ننزل شويه اهي، هندوس هنا كده حته كده. بص كده كليبسة الفانوس اهي، حتى متغطيه بحته قماشه. ده شكل الفانوس، شكله الكليبسة بتاعته اهي. تفاصيل طبعا كتيرة جدا عشان بس نشيل، عشان بس معلومة نقطة من أول السطر، عشان بس نشيل نشيل بس الكرسي. بصوا مش مشكلة. يلا بينا كده الكرسي اهو. ده يا جماعة كرسي محمل. طبعا الكرسي واخد شايل معاه الحلقة الكرسي اهو. الكرسي اهو، ده الجزء اللي فوق ده. طبعا في طبعا طرفين طالعين من البطارية. ده الطرفين بتوع البطارية، مش عارف واضح قدامكم ولا مش واضح اهو. هنبدأ نطلع طرفين البطارية خلاص، اللي هما داخلين هنا، داخلين من الفتحة دي. هنطلعهم من الفتحة عشان نطلع الايه، الكرسي بتاعنا الجميل اللذيذ الحلو ده. ايه متثبت في ايه تاني؟ متثبت في ايه؟ متثبت في مسمارين اهو. ادي المسمار الاولاني وادي المسمار التاني. يلا نفك. طبعا في فبرة
طالعه، احنا مش هنلمسها بقى خلاص عشان دي كده خلاص ايه، ده خاص بالفبر، احنا كده خلاص المفروض كده ايه، عايزين نطلع الكوس بتاعنا هو ده. خلاص انا خايف اقول لازم اطلع، لازم اطلع دي، لا مش لازم اطلع دي، بطلعها كده اهي. الكوس بتاعنا يطلع عادي مش مشكله. ماشي. طبعا الكوس متثبت برضه قدام عشان خاطر ايه؟ مش هيطلع بسهوله. ده الكوس. الكوس متثبت قدام بصامولتين او صواميل موجوده هنا عشان ايه؟ الكوس ده ما يقعش. زي ما انتم شايفين كده 4 صواميل موجودين في الحافه دي، فلازم قبل ما اشيل الصواميل دي لازم افك الحته الحديد دي بتاعت الكراسي. لان معلومه بس من اول السطر، معلومه مهمه، الكرسي بتاع السكوتر متثبت، لو كده نشوف، متثبت في الجزء ده، يعني الجزء ده محطوط عليه، الحماله دي محطوطه عليه، فهو مش هيطلع، مش هيطلع ابدا، مش هيطلع ابدا، اوكي، الا لما افك الجزء ده. تمام. طب هنفك الجزء ده ازاي؟ هنفك القالب الكبير ده ازاي، اللي هو الكرسي اللي فوق؟ هنفكه بالصاموله العاديه. ازاي بقى؟ عندنا هنا صاموله صاموله، ماشي. اوكي، لازم الصواميل دي تتفك بمفتاح. اوكي، المفروض 10، استخدم مفتاح 10، مفتاح بلدي عادي خالص. برضه قبل ما نثبت، قبل برضه ما نشيل الكراسي، تعالوا كده اوريكم بس حاجه. الكرسي متثبت هنا بصاموله، ثبت نفس الناحيه التانيه بصاموله، فدي لازم تتشال. اعتقد دي 9 او 8. ثمانية، ثمانية، 12، دي 10، صامولة 10، مش 8. 8 كنت خلصت فيها على طول، افضل يعني. ده الشاسيه الحديد اللي ماسك الموتور، فالشاسيه الحديد ده مربوط فيه الايه، الكرسي. طبعا معظم الاسقاطات يعني الكرسي بيبقى سهل، اشمعنى هنا صعب جدا، يعني انت تفك الفبر الخلفي كله، تفك الفانوس الخلفي كله، تمام، تفك المسامير اللي رابطه الكرسي بالشاسيه الحديد. لان المعلومه مهمه جدا، الكرسي بقى لما يتشال خلاص انت كده ايه، شكرا جزيلا. نجيب المسمار احسن، نفك احسن.
صامولة عادية، مسمار عادي سيمبل يعني. نفس الكلام الناحية التانية. ده بفكتها مسمار 8، مسمار 8. معلومة تانية على السريع كده، ده لازم يتفكوا عشان دي حديدة تتشال وبعد كده الكرسي يتشال. معلومة تانية يعني. طب دول كام دول؟ دول 10. بصوا كده شكلهم عامل ازاي. ده شكله. انا هسيبهم جوه مسامير. اوبا حديد. يلا نكمل. ايه اللي جه في دماغي افك الكرسي؟ ايه اللي جه في دماغي افك الكرسي؟ اول صامولة وقعت، اول مسمار وقع. مش مسامير، مش صامولة. اول مسمار وقع. مسمار هنا ومسمار هنا. طبعا الحته الحديديه دي اللي ماسكه الكرسي من فوق، ان مفيش حد يقدر يفك الكرسي. لا افكه يا حبيبي اهو زي الفل. ده لسه اللي جاي، ده لسه اللي جاي حلو وجميل. ادي اول جزئيه. ماشي، ناخد بقى الجزئيه اللي هي التمانية. عامل مفتاح 8 في الصامولة. لف يا اخويا لف لف. مفتاح 8 بوردة. الحتة اللي هي الحتة دي، الحتة دي مفتاح 8 بوردة. نفس الكلام الناحية التانية برضه مفتاح 8 بوردة، واحنا خلاص حليناه. هو اللي ماسك الكرسي. الكرسي هو بدأ يتحرك خلاص. انتهى كده. احنا كده ايه؟ قفشنا كرسي بالكامل. 4 صواميل بتاعة الجزء الخلفي اللي ماسك الكرسي اهو. كذا قطعة طبعا عشان الحاجة تبقى مظبوطة.
كده خلاص. نقول مبروك يا لسه؟ يلا بينا نشوف. ادي الكرسي اهو بدأ يطلع من مكانه. ايه اللي منع الكرسي من الطلوع؟ حاجة واحدة بس، الصواميل اللي هناك. تعال نشوف. ده اهو مفيش مشكلة. ادي كده اول حاجة، ماشي. ادي كده تاني حاجة اهو. خلاص اوكي. تعال نشوف ايه اللي منعه هنا تاني. اللي منعه الجزء ده، الحديد ده، هنفكه برضه. يلا بينا. مع اني ممكن ادخله كده واقفله، بس لا، عشان بس حاجه ما تبص يعني. كل ده حديد عشان يثبت الكرسي، عشان الكرسي ما يطلعش. لسه ما اشتركش يا جماعه في القناه، يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله ان شاء الله كل جديد. اكيد دي فيها صامولة من تحت، ما فيهاش صامولة. ده كلها مسامير حديد مقفولة. ادي مسمار اهو، وادي مسمار اهو، حتة حديدة ماسكة الجزء بتاع الكرسي الاولاني اهو. هنفك برضه الحديدة التانية. انا مش عايز الحاجة تبقى دي طالعة غصب عنها، طالعة، لا طالعة بالظبط. قطعتين ستاند عشان يحموا الكرسي ويحملوا عليه حديد. حطهم في بعض نجهزهم. كده الحمد لله الكرسي المفروض يطلع. ايه اللي يمنعه من الطلوع؟ ايه اللي يمنعه ان هو يطلع؟ الجزء اللي فوق ده. تعالوا نشوف. بصوا المنظر، بصوا المنظر. لسه فيه روح طبعا. عشان بس ايه؟ تفك الكرسي بس ده وتشوف التوصيلات بتاعتك ماشيه ازاي من تحت بس. طب هندخل اسلاك الكهرباء، ندخل سلكين، نطلع سلكين الكهرباء عشان ايه ما يبوظوش. طلع كده سلكين.
ادي السلك الاولاني، وبعد كده نطلع الجزء اللي تحت كده، نطلع السلك او الفايز التاني كده. طلعنا الكهرباء من تحت خلاص، مش فاضل الا حاجه واحده بس، حاجه واحده، نفك الجزء الداخلي اللي جوه اللي انتوا شايفينه الحلو ده. بمجرد ما هنفك الجزئيه دي ونرفع الجزء ده، ممكن نرفع الجزء ده بكل سهوله. يلا بينا نبدا الشغل. ده مقاس كام ده؟ 10. مش مقاس 10 تقريبا، ده مقاس اصغر من 10. اوكي اوكي. يبقى 10 بس معاصلك شويه. طب خلينا نفك المسامير بتوع الكرسي، بتوع الكرسي اللي فوق، وبعد كده نفك الايه مسمارين التانيين، عشان دول ايه هياخدوا معانا وقت كبير قوي. تابعوني. ماشي، نكمل الجزء الاولاني اللي احنا عايزين نكمله، اللي هو الجزء من جوه. طب ايه هو الجزء اللي احنا عاوزين نعمله؟ هو جزء واخد زاويه معينه بحاجه معينه، خلاص. ممكن نشوف نقدر نعملها ازاي. اوكي، نقدر نعملها ازاي؟ ماشي، دي اوكي تمام، دي اوكي. لا خالص، متعتقدش. ماشي، ناخد، احنا عايزين 10. 10 لا، عايزين افتح 10. افتح 10. اوكي، اهي. المفروض دي 7 والتانية مقاس 10. طب هنجيب تطويلة خلاص عشان نعمل بيها الحاجة بتاعتنا اللي احنا حابين نعملها. اوكي، ونبدأ نعمل الشكل اللي احنا حابينه. اوكي، ادي التطويلة بتاعتنا الجميلة. بعد كده هناخد 10
ناخد تطويرتنا الجميلة. يلا يا باشا. لا مش تبقى متاحة، مش تبقى حلوة أوي، مش تبقى حلوة أوي. ماشي. طب نفكها ونرجع لكم تاني عشان دي مش هينفع نصورها، صعبة شوية. نرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنشيل معايا طبعا مرحلة طبعا الفك الكرسي من الجزء ده. الكرسي ماسك في في الموتور، ماسكين في بعض، ماسكين في شاسيه، في طبعا حتة حديدة كده. فهنفك هنفك اسمه ايه، هنفك الفبر عشان نقدر ان احنا نظبط الجزئية. طبعا الفبر ممسوك بحاجات كتير مش عارفين هنفكه ازاي يعني. الموضوع صعب جدا، حتى كرسي حتى صعب جدا يتفك. فلما عملنا كل التفاصيل دي ومشينا مظبوط، لا لقينا في حاجه قفلنا الجزء بتاع. طبعا هنا في مسمارين هنا، وفي هنا مسمار ماسك الكرسي بالحته الحديده اللي انتوا شايفينها دي. طبعا بنشوف معانا طبعا الكرسي في هنا صامولتين ماسكين الكرسي، مش قادر يتحرك عشان الكرسي ماسك فيهم. فاحنا هنفك مع بعض الصامولتين دول وهنثبت الشنطة بالشكل ده عشان ايه الحاجة تبقى مظبوطة بالظبط. خلاص. طبعا الصامولتين هم تحت اهو، الصامولتين اللي ماسكين الكرسي اهو. تعالوا اقول لكم كده شكلهم عامل ازاي. صامولتين اهو مش باينين قوي، بس دول صامولتين اوكي ماسكين الكرسي بالايه، بالحديد من تحت. طبعا بنحاول ان احنا نفك كل التفاصيل دي من غير ما نكسر اي حاجه في الموتور عشان الحاجه تبقى سليمه. بص يعني هننزل شويه كده هنلاقي فيه مسمارين اهم. ناخد الفك بتاعنا طبعا ما حبيتش ان انا افك الجزء ده عشان ايه
مش هينفع ان انا افك الكميه الكبيره دي، طبعا كميه كبيره قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي احنا هنفك الجزء الفبري ده عشان نشوف ايه اللي وراه. هنفكه كده ستيب باي ستيب عشان نشوف ايه اللي وراه، ونقدر نفك الايه الاجزاء بتاعت الفبري دي، نقدر نفك الحاجه بتاعتها مظبوط، عشان بس الحاجه ايه تبقى مظبوطه والحاجه ما تبقاش ايه ضايعه. فتابعوني هفك ازاي الفبر، وبعد كده ان شاء الله نفك الدور ده. نحاول طبعا ان انا ايه احافظ على الجزء الفوقي ده عشان ده ما يتكسرش. هو ده نفك بيه طبعا ده مفكوك، بس ممكن يتكسر طبعا لو احنا فكيناه. خلاص ده برضه الناحية التانية عايزين نظبطها كده اهو، كده اهو اتظبط. بس طبعا هنا بقى ايه في اجزاء موجودة اهي، عايزين نفك الاجزاء دي، فمحتاجين نفك مثلا جزء مثلا من هنا، او فوق جزء مثلا من هنا عشان نبين بس ايه، نبين الحتت بتاعتنا عامله ازاي، او حتى نسندهم يعني عشان نبين الشاسيه عامل ازاي بالاسلاك بتاعتنا بكل حاجه. فهنضطر نفك الاجزاء دي كلها دلوقتي مع بعض وهنرجعهم تاني ان شاء الله دلوقتي. تابعونا. طبعا هنفك حاجه حاجه عشان ايه ما نبوظش بس الايه الستايل بتاع الايه بتاع الفبر. ادي اول مسمار، طبعا احنا بنفك طبعا دي، عايزين نفك برضه ايه الاجزاء بتاعتها. هو دي ممكن تتفك بكل سهوله اهي، تبقى التانك جوه دي. هنقفل دي اول وبعد كده ايه مسمار صغير كده، شوف عامل ازاي. مسمار ماسك الفبرة دي كلها، مسمار كبير اهو زي ما انتم شايفين، مش مشكلة. ده كده ماسك الفبرة اهو، ماسكها كلها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. بصوا اهي. طبعا الفبرة طبعا مش عايز اطلعها، انا عايز اطلع الكرسي فقط، فايه مش هطلع الفبرة. الناحية التانية برضه نفس الكلام اهو، المسمار اللي ماسك الفبرة. مسمارين ماسكين الفبرة في الشاسيه الحديد. وده شكله، ده شكله
مسمارين ماسكين الفبره في الايه، في الشاسيه الحديد. فك الفبره الجميله بتاعتنا. فبره ممسوكه في كذا اتجاه. في بقى حته عايز اوريها لكم، مش عارف الكاميرا هتجيبها ولا لا. في هنا حته زي البنسه كده ماسكه الكرسي لو دي انا شلتها تقريبا هفك الكرسي بالكامل، بس لا، الكرسي مش هيتفك بالكامل لان انت ممسوك بصامولة، والصامولة ممسوكة بستاند اللي هو الستاند ده، والستاند ممسوك كذا حاجة. تمام، ممكن كده نشيل الإبرة دي. دي الإبرة المسؤولة عن وقف الباب. ودي لو احنا شلناها خلاص احنا كده فصلنا الباب، بس لا، في صامولة برضو هنا ماسكة في الباب. طب تعالى نشوف بقى الصامولة دي ونفكها، لو في صامولتين كده هنفكهم عشان ايه نقفل الصواميل كلها كده حتة حتة. في صامولة هنا وفي صامولة هنا اهي. نشوفها مع بعض. دي شكلها شايفينها صامولة اهي. دي ماسكة الشلتة بالشنطة.
طبعا كبير. انا هقول لكم بقى كام مسمار دلوقتي ماسك في الشلته، عشان ايه ما ننساش عدد المسامير اللي احنا بنحطها. طبعا في هنا صامولة تقريبا، فالمفتاح بيلف على الفاضي. نفس الكلام الناحية التانية طبعا. محتاجة دي. جزئين طالعين ماسكين في الشلتة اللي بالطبع ماسكة في في بالطبع ماسكة في الشنطة. تمام. في مسمارين ماسكين الشنطة. المسمارين دول ايوه، او الصامولتين دول. الصامولة هي اللي ماسكه في الشنطه، وهي اللي مخليه التقدم مش مظبوط بتاع الشنطه اهو.
تانية دول ماسكين الشيرت في بعض. طب هنمسك، هنجيب بتاع 10 ماشي، نثبت دي كده مفك بالشكل ده. كده سيبنا اول خط. كده مسكنا، فكينا اول حاجه. لا مش اول حاجه، ده لسه في حاجات تانية. واضح ان ده دي ملحومه اصلا. اوكي الناحيه التانية نفس الشكل. نفس المسمار. اهي دي حته الحديده اللي هي بتبقى ماسكاهم هما الاثنين مع بعض، اللي هما بتبقى ازوم كده هنا، ازوم في الحته دي كده، حته الحديده اللي ماسكاهم مع بعض اهي. طب هنا بقى ايه تاني؟ ايه اللي ماسك هنا ايه اللي ماسك الشلته هنا تاني؟ سيبك بقى من اللي ماسك الشلته دلوقتي، خلينا نفك الشنطه بتاعتنا، هي دي اهم حاجه، وهنرجع دلوقتي مكانها تاني. هنجيب ذراع تطويل نفك، نسيب دي كده على جنب، ونفك ايه؟ نفك الشلتة بتاعتنا. شكرا جزيلا. اوكي دي اكتر، ثواني، ايه ده؟ المفروض دي اكتر من 8، اكتر من 10. كام يعني اكتر من 10؟ كام؟ ما عايزين نعرف برضه. تقريبا دي 9 أو 11، مش فاكر بالظبط قد ايه. هناخد ال9 وال11 ونشوف. ادي ال9 مش داخله، 11
لا دي 10 اصلا، 11 اوسع منها برضه. دي مسامير ملهاش معالم. عشان نفكها الجزء الاول اللي فوق، عشان مش هينفع يتفك، مش هينفع نفك اي حاجه والجزء ده موجود قدامنا بالمنظر ده. هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، عندنا هنشد شدينا الجزء ده اللي موجود هنا بتاع السوستة. ايه تاني عشان نفك موتور؟ مفتاح عادي، مفتاح عادي عشان نفك الموتور. ارفع اهو. مش مفتاح عادي كده كده هندق. هندق بس الجزئية دي كده بعد ما شلنا الحتة دي اهي. خلينا يعني احنا ندق حاجة اهو، ندخل دي كده. تعالوا كده نشوف بس الحتة دي عشان ايه ما ننساهاش. شايفين؟ بصوا المنظر. احنا بندخل الحديدة اللي ماسكة الشلتة بالحديدة اللي طالعة من المطوخ، ونقفل عليهم بالحتة الجميلة القمر دي. اوكي، يلا بينا نشوف واحنا بنطلع الجمال والحلاوة. اديله اديله. بصوا المنظر. هنعملها ونرجع لكم تاني عشان بس ايه الشكل النهائي. ادي حته الحديده
بالبلاستيكه، مش عارف انتوا الكاميرا راحت فين، الكاميرا بتروح فين مش عارف. ادي حته الحديده اللي ماسكه الكرسي، وادي الكرسي الشلته اهي اتشالت. احلى شلته في الدنيا. طبعا الشلته متثبته بالحديد ده خلاص. الحته اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللي طالعه دي، في حته طالعه كده، تعالوا اوريها لكم شكلها عامل ازاي. تعالوا كده عشان نشوفها مع بعض. الحته دي بتاعه الموتور اللي هيخش فيها الشلته، اللي ماسكه فيها الشلته، واقفل بعد كده بالايه، بالسوسته دي. طب كده ايه اللي فاضل عشان الكرسي يطلع؟ زي ما انتم شايفين انا كده فصلت، هفصل هنا الكرسي وهفصل هنا الكرسي كده. الكرسي المفروض يطلع معايا، لا ليه؟ في هنا مسمارين هيتشالوا كده اهو. هنشيل هنا اول جزء اهو، بعد كده هنا اهو، يلا بينا. تاني جزء اهو هيبدا. طبعا في كسره من الفايبر. نشيل الجزء ده اهو، وهنبدا نشيل الجزء ده، وكده شيلنا الكرسي. ديك 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 ديك، ونشيل. طبعا في من الكرسي برضه هنا حته اللي طالعه دي، مش عارف واضحه قدامكم في الكاميرا ولا مش واضحه، دي اهي هنشيلها. وكده شيلنا الكرسي بتاع الايجوس ميجوس فيجوس. طول حياتي بحلم باللحظة دي لسبب واحد بس. كل الأسلاك اللي انتوا شايفينها دي كلها غلط، وهيتم إعادتها مرة أخرى، وهيتم بنائها مرة أخرى. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.